وكذلك في نفس الصدد قررت غنقرر إعفاء مجموعة من المسؤولين اللي هما في المندوبية الإقليمية وكذلك المديرية الجهوية باش ندخلوا فرق جديدة اللي غتدخل باش تكلف بهذا المشروع اللي هو مهم بالنسبة للساكنة. كاين مجموعة من الاختلالات يعني اللي هي مهمة جدا. أولا كاين مشكل ديال التغيبات المتكرره والغير مبرره اللي خصنا نعالجوها. اذا يعني تم تشخيص هاد التغيبات وغيطلع هذا الشيء للجان التاديبيه باش تاخذ الاجراءات اللازمه في هذا المجال. كذلك كاين مشاكل في التجهيزات، اولا في الميديكامون الادويه وكذلك المعدات الطبيه. اذا قمنا بواحد العمليه مهمه الاسبوع اللي فات نهار الجمعه، جا واحد ستوك مهم اللي غيمكن ان المستشفى يشتغل في دي كونديسيون نورمال في مده طويله بعض الاشهر. اذا رجعنا ستوك وغنرجعوا كذلك الطريقه باش نتعاملوا مع هذا الستوك باش ما يبقاوش لي روبتور. بالنسبه للتجهيزات كاين مشاكل كثيره في هذا المستشفى تخص التجهيزات اللي يعني طايحه اون بان ولا ما قديمه ولا كطيح اون بان وما كايناش الصيانه ديالها. اذا هذه اللجنه راه يعني اتصلت بالشركات المتخصصه باش تجي تقوم بالشغل ديالها وعقد عقود الصيانه وتصلح هذه التجهيزات بصفه استعجاليه. وكاين اللي ممكن يعني نعالجوه الان وتعالج، وكاين اللي خصو شويه د الوقت. واللي مهم كان عندنا مشكل ديال السكانير، حيت ان كاين سكانير اللي خدام والسكانير الاخر ما خدامش، ديما كيطيح اون بان وما كيقدرش يعني يستوعب الطاقه. اذا قررنا اننا نجيبوا سكانير جديد وراه جا هذا الصباح، يعني راه شفتوا الكاميو على برا راه كاين، الطاقم راه كاين. غيخصهم تقريبا بعض الايام اسبوع ماكسيموم باش يقوموا بالتيست تكنيك ويدخل السكانير يعني يولي عملي ونشتغلوا به وغيخفف الضغط كبير على لا راديولوجي. وكذلك اللابوغاتوار حتى هما قمنا لهم بنفس العمليه باش يعني نرجعوا هاد لي زيكيبمون اللي هما مهمين جدا. كذلك كاين خدمات، مجموعه من الخدمات اللي كتقدمها بعض الشركات، الخدمات ديال الاستقبال ديال النظافه وديال الحراسه اللي هي كنلاحظوا انها يعني غير ما كاينش المعايير وما كاينش داكشي اللي بغينا، ما كتقومش يعني بهذه الخدمات حسن استقبال المواطنات والمواطنين وكذلك لورينتاسيون. اذا القرار اللي خديت هو اننا ننهيو المهام ديال هذه الشركات فوريا وندخلوا في عقود مؤقته الوقت باش نكملوا مسارات ديال لي زابيل دوفر اللي كاينين دابا، اللي هما تعطات الانطلاقه ديالهم منذ اسابيع واللي كترتكز على معايير جديده اللي هي عطاتها مركزيا وزاره الصحه لجميع الجهات باش نبداو ندخلوا في يعني في واحد الخدمات اللي هي خدمات عندها يعني معايير جيده وكتخدم بالصفه اللي حنا بغيناها كتخدم، ماشي يعني داخله المستشفى وما كتشتغلش مزيان. اخيرا البنيه التحتيه راكم درتوا هنايا يعني لا فيزيت وشفتوا بعينيكم هذا المستشفى هو مستشفى قديم عنده اكثر من نصف قرن، يعني البنيه ديالو قديمه والصنف ديالو قديم. اذا هنا كاينه عقد شراكه ما بين وزاره الصحه والجهه وخصصنا مبلغ 200 مليون درهم لاعاده تاهيل هذا المستشفى وغنبداو في الاشتغال قريبا. غير هو كتعرفوا انه عندنا الخدمات ولا بد اننا نحافظوا على استمراريه الخدمات، ما يمكنش نقطعوا استمراريه الخدمات بالنسبه للمواطنات والمواطنين باش نديروا هذه الاشغال. اذا كاين واحد التنسيق دقيق اللي خصو يدار باش هذه الشركات يدخلوا يخدموا وفي نفس الوقت تكون استمراريه الخدمات. طبعا هذا كيطلب شويه الوقت، يعني غيكون الوقت ديال اعاده التاهيل شويه اكثر من العاده، ولكن راه غنوقفوا عليه باش يكمل يعني في احسن الظروف. واخيرا بغيت نتكلم على حاله الوفيات. اولا كنترحموا مع العائلات في هذه الظروف اللي هي ظروف يعني صعبه ومؤسفه، وحنا يعني في هذه الحالات كاين اجراءات اللي كتاخذها وزاره الصحه.
كاين طاقم ديال المفتشيه العامه ديال الوزاره اللي الان راه في الميدان كيقوم بالعمل ديالو، يعني انه كيجمع جميع المعلومات اللي كتخص هاد الوفيات وكيدير التحاليل ديالو والتقارير ديالو، وملي التقارير غتكون واجده بجميع يعني النتائج ديالها غتسلم للنيابه العامه باش تقوم يعني الدور ديالها، يعني تحدد المسؤوليات وتاخذ الاجراءات طبقا للقانون. واخيرا بغيت نقول لكم كذلك اننا يعني هاد العمليه ماشي ظرفيه، حنا راه كنشتغلوا في العمق. كاين مجموعه من المشاريع اللي بدات منذ بعض السنوات، منذ 2022 23 مشاريع ديال مستشفيات جديده من جيل جديد اللي كنشتغلوا بها. البعض منها راه بدا كيخرج، بدا كيبان بحال مستشفى تنغير مثلا، ولكن راه كاينين مشاريع جديده اللي غادي تجي في اخر 2025 في اخر 2026 اللي هي مهمه جدا، اللي غتنفعنا اننا نرفعوا الضغط وكذلك نحلوا المشاكل ديال هذه المستشفيات القديمه اللي واخا كنديروا لها اعاده تاهيل صعب اننا نبقاو كنشتغلوا بها. اذا هذه هي مشاريع اللي حنا واقفين عليها، كنحاولوا نسرعوها باش ما امكن. كنشتغلوا مع مجموعه من الشركات باش هذه الاوراش تخرج دغيا، واولها بالنسبه للمنطقه هو الورش ديال المستشفى الجامعي ديال اكادير، سي اش اكادير، اللي حتى هو الان حنا كنشتغلوا عليه بزاف في اخر المطاف باش يكمل وباش يمكن تعطى ليه الانطلاقه ديالو، وغيمكننا اننا نرفعوا الضغط من هذا المستشفى اولا لانه عنده طاقه سريريه كبيره تقريبا 900 اكثر من 900 سرير، وفي نفس الوقت راه غيجيب مجموعه من الخدمات اللي ما كانش لا في اكادير لا في الجهه، خدمات يعني اختصاصات نيفو 3 هي مهمه جدا اللي كانت كتكلفنا لي ترانسفير في المدن الاخرى في السي اتش الاخرين اللي مي غيحل هذا يعني المستشفى يمكنها ان تكون في مدينه اكادير في جهه توسماسا ان شاء الله. شكرا. الوزير هذه الاعفاءات اللي قلتي